هلو، إيه الاخبار؟ وحشتوني جدا بجد. يا رب كله يبقى تمام. هابي نيو يير وكل سنه وانتم طيبين. عارفه ان انا اتاخرت كتير قوي، بقالي فتره ما بصورش، بس الحقيقه كان عندي شغل كتير وضغط وكده، كان غصب عني، بس اديني رجعت لكم. الحقيقه الفتره اللي فاتت انا كنت قاعده كده مع نفسي وقعدت افكر ايه اكتر الحاجات اللي فعلا فرقت معايا بعد 4 سنين خبره في التسويق الالكتروني وصناعه المحتوى. ففي الفيديو ده حبيت اشارك معاكم اهم الحاجات اللي فعلا اتعلمتها وفرقت معايا في الحياه الواقعيه، مش من كورسات ولا من كتب. فلو انت صانع محتوى او صاحب بيزنس، الكلام ده صدقني هيفيدك، والفيديو ده ليك. اول حاجه، مش لازم ابدا محتواك يكون 100% كامل بيرفكتو ما فيهوش غلطة، لا عشان تقوم تصوره او عشان تقوم تكتبه ابدا. لو انتوا رجعتوا لفيديوهاتي القديمة هتلاقوني مختلفة خالص عن اللي قدامكم دلوقتي، وهو ده الطبيعي، يعني هو ده اللوجيك. انه اي حاجة انت في الاول بتعملها مهما كان عندك خوف، انت طبيعي انك هتغلط. خلي الخوف ده ما يوقفكش، انت كده كده هتغلط، كده كده هتعمل حاجات مش حلوة خالص، بس اكشلي هتستفاد، هتاخد خطوة، هتعمل بالكلمة اللي انت بتقول عليها. وانس اخدت الستيب دي هتلاقي الناس بتتابعك، هتلاقي الناس اللي عايزة تشوفك، هتلاقي الناس اللي شبهك في ده، في المايند سيت. فاللي انت هتقوم تصوره دلوقتي او اللي انت هتبتدي فيه وتاخد فيه ستيب، انت هتبتدي تشتغل فيه على طول باستمرار، فكأنه شغلك. فكل يوم هتعمل ده او كل فترة بعينها هتعمل ده، هتكسب خبرة وهتبتدي تحسن منه. فقوم ابدأ، انت مستني ايه؟ بجد انت دلوقتي مستني ايه عشان تبدأ صناعة محتوى؟ 2، الاستمرارية. سامع؟ سامعني؟ الاستمرارية من غيرها انت nothing. سوري يعني، بجد والله العظيم الاستمرارية، سواء انت صانع محتوى، سواء انت موظف، سواء انت صاحب براند، سواء انت ماركتير زي حالتي، سواء كنت ايه في الحياة، لو انت ما استمرتش بجدية مش بشغف، صدقوني دي اكتر حاجة اتعلمتها واستوعبتها. الشغف ما بيقعدش، ومش كل شخص ناجح كان شغوف خالص. الشخص الناجح كان شخص مستمر مهما كانت ظروف الحياة حواليه، مهما كانت الإمكانيات اللي معاه، هو مستمر. مهما كان بائس وحزين مستمر. انت مستوعب معاه؟ يعني الشغف اللي انت بتطمح له او اللي انت بتقول اصل انا شغفي قل فانا مش عارف اعمل حاجة، فانت معايش نفسك في وهم. فوق معايا الله يرضى عنك. ليه بقى؟ لان الحياة مش هتستناك. فلو انت ما فوقتش دلوقتي، والله انت هتحس السجادة فجأة اتسحبت من تحت رجليك، سواء اتسحبت من تحت رجليك عشان لا قدر الله مرض او عشان لا قدر الله موت، انت خلاص انت مع السلامة. اهم عنصر من عناصر النجاح الاستمرارية. مهما كنت جامد ملة ومفيش منك اتنين، لو انت ما استمرتش تشتغل على نفسك اكتر وتتعلم اكتر، اللي حواليك هيسبقوك. 3، مفيش حاجة اسمها انا بتارجت كل الناس، ببيع لكل الناس، فانا هعمل محتوى لكل الناس. مفيش حاجة اسمها كده. طلع الاوهام دي من دماغك. مبدئيا كده المايند سيت بتاعتك في النقطة دي محتاجة تتطور. انت عمرك شفت ايد بني ادم واحدة؟ يعني صوابعنا دي هل هي واحدة؟ لا. اذا الناس مش واحدة، الناس فئات، الناس مختلفة، ومختلفة في كل حاجة. يعني غير المايند سيت ان انت مش بتارجت كل الناس، انت مش هتبيع لكل الناس، مفيش حاجة اسمها كده. 4، البوينت دي مهمة جدا. قلد. انا اللي بقولك اهو، قلد، بس ما تاخدش كوبي بيست من فضلك، من فضلك. عايز تنجح، عايز البيزنس بتاعك يكبر، ما تقلدش الكومبيتيتور بتاعك. اقول لك على حاجه، ما تقلدش البنش مارك بتاعك. البنش مارك اللي هو اجمد حد في السوق ما تقلدوش. حتى لو ناجح ممكن تاخد اللي هو بيعمله وتعمله على مقاسك، تاخد الفكره وتطورها. لكن حوار ان انت تاخد عشان هو ناجح وهو كومبيتيتور ليك تاخد اللي هو بيعمله كوبي بيست، لا لا، ده مش صح، ده مش صح. وعايزه اقول لكم على حاجه دليل على كلامي. اكتر براندات بتطرقع وبتطلع في السوق وبتسمع وبتفضل عايشه، البراندات اللي بتطور كل مره من نفسها، بتاخد الفكره والبراند الاجمد منها وبتعمل ايه؟ بتحبشها. انا بقلد على فكره، ده مبدئيا يعني انا بشوف الناس التقيله في السوق الشاطره في مجالي بقلدهم، بس هل انا باخد الكلام بتاعهم كوبي بيست؟ لا. او مثلا هل باخد افكارهم بطبقها بالظبط بالملي؟ نو واي، ما بعملش كده. ليه؟ ليا طابع مميزني، ليا دماغي، عندي افكار، باخد الفكره بحبشها،
بحط عليها التاتش بتاعي، فاهميني؟ 5، البراند الصايع اللي مسمع في السوق مش هو اللي بيبيع اكتر. ده مبدئيا يعني المبيعات كده كده بتيجي، عندك منتج انت هتعرف تبيعه كده كده، بس هيتباع بكميه، يا ترى كميه كتير ولا كميه قليله؟ ده بقى اللي بيحدده، مش ان انت تعمل اوفرز بقى وخصومات لا لا، اوبجكتيفز تانية خالص براندات كتير موقعاها. مبدئيا يعني الاويرنس، الانجيجمنت، البوزيشننج، كل الحاجات دي مهمه، دي اهداف انت لازم تحطها في الكونتنت بلان بتاعتك. ما ينفعش تبقى اللي هو انا النهارده هنزل لهم ستوري يلا هقوم اصورها، مفيش كده. لازم تبقى عامل خطه، والخطه دي زي ما بتخدم الاوبجكتيف الاساسي لاي براند في الحياه وهو السيلز، لازم تخدم برضو الحاجات الاساسيه التانية، الاهداف الاساسيه زي ايه؟ زي الاويرنس، الانجيجمنت، والبوزيشننج. 6، التسويق مش معناه خالص ان انا باجر سبيس معينه، او بنزل اعلاناتي في يفط في الشوارع، او مثلا بنزل بوست، او بعمل ريل، او بنزل لونج فيديو. نو واي. التسويق مش كده، مش هو ده التسويق. هو ده انا بسوق ازاي، مش هو ده معناه. معنى التسويق بفهم سلوك عميلي ايه المشكله فعلا اللي هو بيعاني منها، وبعد كده بقدر اسوق للمنتج بتاعي بالطريقه اللي تناسب العميل. ما عرفتش الطريقه دي غير لما عرفت اصلا سلوكه ايه. البيع مفيش اسهل منه، التسويق هو اللي بيفرق. اذا التسويق هو فهم سلوك العميل، ازاي اقدر احلله مشكلته، وازاي اوصل ليه، مش بوست، ولا ان انا باجر سبيس في مكان، او ان انا بحط اعلاناتي في يافطه عشان اعرف الناس بيا، ولا عدد بوستات معين، ولا ان انا بمشي ورا الترند عشان اتشاف. نو واي. 7، البيع الحقيقي مش هيجي من كتر ما انت بتعمل اعلانات واوفرز وخصومات. لا، البيع الحقيقي هيجي لما انا كعميل اثق في المنتج بتاعك. ساعتها انا مش هشتري منك مره، انا هشتري منك مره واثنين وثلاثه ومية. لما انا كعميل مش بس اخد فاليو واحس ان انا خدت فاليو من البراند، لا، ان انا اشوف باكجينج نظيف، ان انا اشوف تقدير الدليفري بتاعك وصل لي المنتج بتاعك في ميعاده، ان انا اشوف احترام ليا، ان انا اشوف مسج على الميل بتاعي في عيد ميلادي. وانس انا شفت ده، انا وثقت فيك، وثقت في الافتر سيل، وثقت في خدمه ما بعد البيع. ما لقيتكش اللي هو انت كبراند ما صدقت تبيع، ساعتها انت قدرت تكسب ثقتي فيك، هتلاقيني بشتري منك مره واثنين وثلاثه واربعه. ومش بس كده، لا، الورد اوف ماوس عندي هتشتغل 100 فهجيب لك صاحبتي واختي وابن اختي، هجيب لك العيله تشتري منك. فهمت الفكره؟ 8، الريتش مش هو النجاح. يعني ايه؟ مبدئيا كونك ان انت جايب 1 مليون اورجانيك دي حاجة في منتهى الجمال، هايل، برافو. بس يا ترى بقى ال1 مليون فيوز دول، هل هم ناس مهتمة بالمنتج اللي انت قدمته او اللي انت بتقدمه او السيرفيس بتاعتك، ولا اللي شدهم مثلا الهوك بتاعك في بداية الفيديو خلاص؟ ايه اللي شدهم؟ ولا مثلا الترند اللي انت ماشي وراه عشان ده ترند فالعين عليه فكله دخل يبص عليك؟ فطالما انت الناس اللي جولك دول مش التارجت اودينس بتوعك، مش دول الناس اللي هيشتروا منك فيما بعد، اذا ده مش نجاح. عشان بس نبقى فاهمين بعضينا، ده مش نجاح يا صديقي. النجاح امتى يحصل؟ لو انت ما عملتش اعلانات، الفيديو جايب ريتش اورجانيك ريتش. هو لوجيك او مش كل الناس هتدخل تشتري منك حتى لو كلهم تارجت اودينس، بس على الاقل جايب نسبة كبيرة 60% او يعني 50 يا سيدي 50% اشتروا منك. اذا انت كده 100، انت كده صح، انت كده نجحت. بس كده، مش بس كده، مش بس الاورجانيك ريتش مع التارجت اودينس اللي هيدخل بنسبة حلوة يكلمك عشان يشتري منك ده اللي يدل على نجاح. نو، كمان السيفز الكتير، الشيرز الكتير، والتعليقات الإيجابية فيك. انت فعلا قدرت مش بس توصل للتارجت اودينس، انت قدرت تتأثر فيهم لدرجة انه خدوا الفيديوهات بتاعتك بيشيروها بيحفظوها. انت بتقدم لهم فاليو مش بس في المنتج، لا، ده انت بتقدم لهم معلومات فيها قيمة.
لدرجة ان هم خدوا الفيديوهات بتاعتك حفظوها عشان يشوفوها بعدين. انت مش بس ناجح، ده انت كمان مؤثر. فانت مش بس هتبيع، انت كمان بتبني كوميونتي حواليك، وهو ده الاساس. وانس قدرت تبني كوميونتي بتحبك، انت مش بس بقى هتبيع، انت كمان هتقلل عدد السبونسر اد بتاعك، فهتقلل في التكلفه. وباي ذا واي، علشان تبقى فاهم ان انت توصل للدرجه دي من اللويالتي للعملاء بتوعك مش بالسهل. مش هتوصل لها على طول، لا، انت هتتعب شويه، هتصرف على التسويق شويه. التسويق، ما جبتش سيره الاعلانات بس، التسويق توتال. فاهمني؟ 9، النصيحه دي من قلبي ليك، انا اتعلمتها على كبر. اسمع لكل الناس، خد نصايح من كل البشريه، سواء اللي تعرفه او اللي ما تعرفوش. بس احنا قلنا ايه؟ هنسمع، لكن وانس جه وقت التنفيذ انت هتفلتر كل اللي انت سمعته ده، حتى لو كان من اقرب الناس ليك. اقرب الناس ما تعملش بنصايحهم، مش اي رأي احنا بناخد بيه، حتى لو الرأي ده من حد غالي علينا. بس كده. بس لو انا هنصحك بحاجة بجد، كل الناس دي يصفصفوا على one mentor or two mentors. لازم يبقى عندك دليل، لازم يبقى عندك مرشد يرشدك. المنتور يقول لك الحاجة الصح. ليه؟ مش عشان هو بيحبك، لا، نطلع الحب ده بعيد، علشان هو وقع في نفس الحتة اللي انت فيها، وقع في نفس الموقف، عايش الموقف، عشان هو فاهم في البيزنس بتاعك. غير كده ما تسمعش لأي حد انت بتحبه او هو بيحبك لمجرد ان هو بينصحك بشكل عام. فاهمني؟ ويكون شخص نجح في حياته، والأهم من كل ده ان هو يكون المنتور بتاعك. 10 وآخر بوينت هتكلم فيها، حاول مهما كنت شاطر، مهما كنت جهبس في مجالك وحد تقيل او بتتعلم، ومهما كنت محبوب، نصيحتي ليك ما تتغرش في ده، ما تطمعش. في شغل كتير اذا في ماني كتير، لا، حاول تاخد على قد الكاباسيتي بتاعتك، على قدك. خد شغل على قدك، حتى لو معاك التيم كبير، خد شغل على قد التيم، على قد استيعاب التيم. ليه بقى؟ لان انت لو خدت شغل اكبر من استيعابك انت شخصيا، وقلت انا هشيله انا والتيم واكبر نفسي ومش عارف ايه في وقت قليل، صدقني انت مش بتكبر نفسك، مش بس بتصغر نفسك، انت بتشكك الناس فيك فيما بعد، وبتقلل الفاليو اللي انت هتديها لهم، وبالتالي مش هيثقوا فيك اصلا فيما بعد. فوق ده كله، الناس اللي خدت فاليو قليله هي مش هتكمل معاك، ده مبدئيا، فمش هيبقى فيه استمرار. كمان هتطلع تقول انا كنت مع الشركه الفلانيه او مع الدكتور الفلاني مثلا، وهو كانش بيديني الفاليو اللي كان وعدني بيها اصلا. انا لو قبلت ناس كتير، مساحه الوقت هتبقى قد كده. ما انا بني ادم، انا مش روبوت، اكيد انا عندي حياتي، يعني عندي حياه. الشغل واخد مساحه من حياتي، فالشغل اللي واخد مساحه من حياتي ده هيبتدي ايه؟ المساحات تقل لكل كلاينت، فبالتالي سمعتي هتتضرر في السوق. فانا بديك مثال، فاهمني؟ وبس كده، انا خلصت. دول كانوا اهم البوينتس اللي انا اتعلمتها، خدت خبره فيها من ال4 سنين اللي فاتوا في صناعه المحتوى والتسويق الالكتروني. لو فهمتوها وبجد استفدتوا منها، انا لسه عندي يعني حاجات كتير اتعلمتها بصراحه، 4 سنين برضو مش شويه. فاتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات لو انتوا عايزين تسمعوا اكتر، وننزل من الفيديو ده بارت 2. لو بقى انت اول مره بتشوفني، فانا هبه مهران، ماركتير وكونتنت كرييتور، بقالي في السوشيال ميديا 4 سنين الحمد لله. هتلاقي في التشانل دي انا مش بس بتكلم في التسويق او صناعه المحتوى او الاي اي تولز او البيزنس بشكل عام، لا، هتلاقيني كمان بتكلم عن ازاي نطور من نفسنا، ازاي نوصل لاحلامنا. ما تنساش انك تعمل سبسكرايب على التشانل، اعمل لايك لو استفدت فعلا من الفيديو. ان شاء الله اشوفكم على خير. باي باي.